عودة مشاهدينا من بعد الفاصل. الدكتورة جميلة الوطني هي كاتبة وروائية بحرينية لها العديد من الإصدارات والقصائد الغنائية اللي تطرب مسامعنا. خلونا نتعرف عليها أكثر. صباح الخير دكتورة، وشرفتينا اليوم وعندك أشياء حلوة، كلمات حلوة وكتب حلوة بعد. إن شاء الله. يا هلا، يا مرحبا فيك دكتورة. احنا سعيدين بتواجدك اليوم. نفس ما قال حمد، يعني ما شاء الله لك كلمات جميلة وكتب أيضا جميلة. خلينا نتكلم شوي دكتورة معاك عن المراحل اللي مريتي فيها في الكتابة بشكل عام. في الحقيقة يعني يمكن أتذكر أنني بدأت أكون شغوفة بالكلمة من الثانوية. ما شاء الله. يعني يمكن ثاني ثانوي، احتمال يكون ثاني ثانوي أو أول ثانوي، بس هو أكثر شيء ثاني ثانوي. في المرحلة الثانوية. في المرحلة الثانوية. وشعرت بأن الكلمة عندي كان لها يعني ذوق ورنة، فظليت أكتب بعض الخواطر قد لا تصل إلى الذوق أن هي تكون في كتاب، لأن هي تحتاج إلى نضوج أدبي، نضوج في يعني الكلمة الجميلة. نعم. ولكن في الأخير أني أطلقت عليها خربشات حتى إصدار هذا الكتاب. فكانت دائما في يعني كلمتي أنا أقول أنا أكتب خربشات. فاستمرت من الثانوية لحد هذا الفترة قبل إصدار هذا يعني شو اسمه الكتاب، بأن سميته خربشات. ولكن الآن هو موجود بديوان شعر اسمه بهذا الوهج. ما شاء الله، من خربشات إلى كتاب فعلي موجود على أرض الواقع. نعم. جميل. طبعا كان في تشجيع من بعض الكتاب البحرينيين إن لا يعني لا تظلين بس تكتبين مجرد يعني في الانستغرام أو الفيسبوك، وإنما اصدري. فطبعا لأني عضوة بأسرة الأدباء والكتاب في البحرين، فكان لابد أن يكون لي إصدارات، فأصدرت هذه الكتب. جميل. دكتورة، تكلمتي عن موضوع أن الكتاب دائما يبتدون بموضوع الخواطر، يكتبون خواطر وبعدها شوي شوي يتطور لين يصير يقدر يكتب كتاب، ويعني يمكن يكون شاعر ويصير كاتب في النهاية. خلينا نتكلم عن موضوع. انت دكتورة تأثرتي بمن وانت صغيرة؟ يمكن قلتي كنت اكتب خواطر، هل في ناس تأثرتي منهم؟ ناس حسيتي انه والله ممكن اخذ منهم كلمات، ممكن استفيد منهم؟ مثل اعلى مثلا. شوف، بالنسبة إلي أنا ممكن أقرأ كل ما يأتي في يدي. الكتاب الجيد وإن كان الكتاب سيء، لأن في الحالتين أنت تستفيد من التجربتين. يعني السيء أنت تحاول أن تتفادى ما هو غير الأخطاء المرتكبة فيه، وأيضا الجيد هو يفرض نفسه على الساحة طبعا، بأن هذا الكاتب تلك الرواية أو ذلك الديوان بيكون شيء ممتاز، وبالتالي يكون في اليد. إذن هو في الأساس تجربة، وهي التجربة تحتاج إلى فترة طويلة حتى يكون فعلا يعني الكاتب. أنا كنت قارئة، ولا أنا أكون مثلا خلنا أقول صادرة كتب أو إنما لما كنت أقرأ قد أستوعب أن هذا الكتاب قد يفيدني أو لا يفيد. ولكن تأثرت طبعا كثير من الكتاب البحرينيين في الشعر. تأثرت بكتاب قصص، وبالتالي حتى الكتب المترجمة تنقلك من المنطقي يعني من المنطق إلى الدولي، إلى الغربي، الأدب الغربي. فهذه هي الاطلاعات. طبعا كان من قبل ما ممكن يتوفر الكتب المترجمة الغربية، يعني طبعا كنا في نطاق ضيق في يعني، ولكن مع الوقت استطعنا أن نحصل على تلك الكتب المترجمة واستفدنا منها كثيرا، وبالذات مع معارض الكتاب الكثيرة اللي قاعد نشوفها بشكل مستمر في مملكة البحرين. نعم. دكتور، احنا ودنا نسمع منك يعني شيء من الخواطر اللي كتبتيها. نعم. ودنا نسمع شيء جميل من الصدق. طبعا أولا يعني أنا ما قدرت أشكر القائمين على هذا البرنامج صيف البحرين، وعندي طبعا برقية تهنئة إلى بلدنا هذه الحبيبة وشعبها الطيب هذا. كنت أتمنى أن أقدم لهم قصيدة، أقدم للبحرين قصيدة قصيرة جدا بحكم الوقت اللي موجود عندكم، ومن أصلا من الديوان يعني. هي اسمها شموع العمر. بين شمسها وقمرها وشموع سنواتها جذابة كنواعير أنهار الحضارة التي كانت وما زالت تلعب الريح بعنفوان حاضرها وماضيها الممتد
من سلالة قلقامش حتى أعتاب القيامة. هي طبعا يعني كلمات بسيطة إلى بلدنا البحرين. طبعا أنا عندي قصائد كثيرة طبعا، عدد الصفحات ما شاء الله 175 صفحة يعني ما شاء الله. وعندك إصدارات كثيرة أيضا متميزة. نعطي يعني الإصدارات الأخرى حقها. نعم. دكتور عندنا صورة نبيك تعلقين عليها، نحطها لا تشحين، توقع الكنترول. الله. علقي يعني تعليقك عليها. يعني هاي صورة في الحقيقة يعني كل سعادة فيها. هاي بالنسبة إلى الإصدار الثالث، طبعا أصدرته على أساس أنه راح يدشن في بالأحرى سوري الإصدار الثاني راح يدشن في معرض الكتاب في البحرين. هاي سيرة ذاتية إلى الوالدة رحمة الله عليها، الله يرحمها، فأسميتها بنفس الاسم، هي اسمها التعبة. هاي تكابلت عليها الظروف مثل أي امرأة بحرينية، ولكن بالنسبة إلى الصورة وصولها إلى البيت كان هو المحفل الداخلي اللي انحرمت فيه من المعرض، ولكن بالنسبة لي الفرحة الداخلية كانت أعلى من أن تكون وأكبر من أن تكون في المعرض فقط. فكانت لي سعادة كبيرة جدا، ولأن هي كانت مغلفة ببلاستيك ونايلون فوضعناها على أساس دخلت كورونا وبالتالي عقمناها بالنايلون وكذا. فكانت بالنسبة لي هي صورة تعبر عن المعنى الحقيقي إلى هذا فيها عمق هذا الكتاب كله تشوفينه من خلال هذا الصورة. نعم، لأن هذا الكتاب صحيح هو بالنسبة إلى سيرة ذاتية إلى الوالدة، ولكن في الحقيقة هي تأتي يعني يعبر عن تاريخ في منتصف خلينا نقول من الأربعينات من القرن العشرين. نعم. تاريخ زمني ومكاني إلى منطقة المنامة اللي هي النعيم إحدى مناطق المنامة. فكانت هي ليست فقط تتحدث عن امرأة وعانت وإلى آخره، لا، وإنما كانت هذا عبارة عن تاريخ سردي في المكان ووصف الطبيعة اللي موجودة في تلك المنطقة التي عاشت فيها، السواحل اللي فيها، النخيل اللي كانت موجودة، اللي دائما البحرين هي تتمثل فيها وخضرتها اللي كانت أكيد موجودة في الأربعينات حتى الآن. نعم. يعني دكتورة ما شاء الله احنا قاعد نشوف في اختلاف في الإصدارات اللي تصدرينها، فيها خواطر، فيها شعر، وفيها سيرة ذاتية. نعم. لكن وين تشوفين نفسك دكتورة أكثر؟ هل في كتابة السيرة الذاتية أم القصص أم الروايات أو حتى الأشعار؟ شوفي، يعني أنا أقدر أقول لك أن القصة قد يكون إليها مجال طويل جدا وأوسع في التعبير المشاعري، التعبير في الأخذ حتى في الأمكنة، في الأزمنة، ولكن بالنسبة إلى الشعر هو أساس ذوق داخلي ممكن يعبر فيه الشاعر. رغم قصر يعني ممكن تكتبين انت صفحات هي قصيدة واحدة، ولكن دائما تكون فيها تفاصيل، يمكن يكون في التفاصيل تأتي أكثر، هي أكثر بلاغة. الشعر الكلمة فيها أكثر بلاغة، والكتاب القصة ولا الرواية أي نوع من الكتب الأخرى هي فعلا تكون ذات معنى كبير ومتوسع، ولكن بالنسبة لأقرب إلى نفسه هو الشعر. بالرغم بأن ممكن أن يعبر فيه عن ما يجول بخاطري ومشاعري، هي أكثر إلى الشعر. نعم، لأن بدأت في الشعر. بدأتي في الشعر. بما أن تكلمتي عن الشعر يمكن خلينا نتكلم عنه أكثر. الشعر صار يعني منتشر بشكل كبير. نعم. خصوصا في السوشيال ميديا. يمكن الشعراء زادوا، أكيد مو بالكل بنسميه يعني أنه هو كاتب وشاعر، ولكن يمكن أحيانا واحد يكتب شيء هو مثلا هواية بالنسبة له يكتبها كشعر. فأنت برايك شلون تشوفين مجال الشعر الحين سواء في البحرين أو الخليج أو حتى الوطن العربي، ايش قد تطور وشلون يضيف لك هذا الشيء؟ شوف، هي بدأ الشعر كلاسيكي. تعرف اللي هو دائما ينتهي بنفس الحرف أو بنفس الكلمة، القافية يعني القافية، ولكن الآن فيها الحداثة. وأنا طبعا من جماعة الحداثة، يعني اللي هو مجالي أنني أكتب شعر حداثي أكثر ما هو. عندي القصائد الكثيرة الكلاسيكية، ولكن أنا أميل للحداثي تماما لأن فيها من الحرية في الكلمة. الشباب الآن ممكن عندهم ذوق كبير جدا، وعندهم الكلمة تطوع وعندهم من البلاغة، ولكن تحتاج إلى قراءة مطولة، تحتاج إلى معطيات أكثر، تريث أكثر.
القراءة أكثر من الكتابة، وما بعد ذلك الكتابة. الشباب ما شاء الله عليهم جدا راقين، ولكن في الأخير سواء أني أو حتى الشباب أو أي كاتب آخر دائما اللي في يده هو الناقد القارئ، صح، وهو المختبر الحقيقي، العدسة الحقيقية إلى الكتب والإصدارات الموجودة، أو حتى سواء في السوشيال ميديا أو أيضا الموجودة ورقيا. إذن هي في الأساس موجود فيها النقاد والقارئ. انت لما تجي تقرا كتابي تقول والله انا يعجبني كتاب دكتوره جميله، او لا انا اشعر بان الكتاب القارئ الفلاني او الكاتب الفلاني هو الاجمل او الافضل، وهكذا. يكون في اختلاف دكتور اكيد في الاذواق، في الذوق، في الذوق طبعا. يعني الكثير مثلا ما يعجبهم الحداثه، او في الكثير الان ما يعجبهم الكلاسيك. مثلا شباب الان لا يستطيع ان يتذوق كثيرا، لان القصيده الحداثيه تكون اكثر اوسع وذوقا واسرع لهم من وفي الفترة الأخيرة فيه انتشار أكثر. نعم، يعني شيء سريع وما ناخذ وقت وايد. نعم. يعني دكتورة أكيد قبل ما نختم معك هالفقرة ودنا بعد نسمع الشعر ثاني إذا ما عليك أما تسمعين. نعم. شيء جميل في هذا الصباح الجميل. بهذا الوهج أحيا هو أصلا بالنسبة لي، لأن أنا أهديته إلى أولادي الاثنين هشام وإرم، الله يخليهم. تسلم لي. فأنا راح أقرأ تسمح لي قصيدة أهديتهم لهم. طبعا هي في مقدمة اسمها مداد يستنطق القلب، هي المقدمة أو الإهداء، ولكن أنا ممكن أقرأ لكم عطايا السماء. أنا بالنسبة لي هو أرقى وأسمى الحب، هو الحب قداسة الأمومة. بالنسبة لي راح ألقي هذه القصيدة، وأيضا قصيرة علشان بس وقتنا ووقتكم. أي خفق لكما هنا ينداح على الروح فيشغلها، إن العالم فيكما مختزل بين طيات أذرعي وشهقات أنفاسي، يرف الطائر فوق سماواتي، فعطايا الله سماء أخرى أشتاق لها، فيذهب بي حلم متقد وسطو شغاف لا ينسى، حيث أنتما ستكون أجمل. طبعا هاي لأولادي الاثنين. يا سلام، الله يحفظهم لك ويحفظك حبيبتي. أكيد نشكر تواجدك وحضورك معنا. طبعا أنا عندي أيضا هذا الكتاب الثالث إن شاء الله يكون موجود تحت ذوقكم. حبيبتي دكتورة، أكيد احنا نتشرف فيك وسعدنا في هذا اللقاء معك وفي هذه الاستضافة، وأكيد نتمنى لك كل التوفيق، على أمل إن شاء الله نلقاكم في معرض الكتاب إن شاء الله في مملكة البحرين. فعلا يمكن تأجل خلال هذه الأوضاع الراهنة، بس أكيد إن شاء الله بيرجع. نعم. ونشوف جميع إصداراتك في هذا المعرض. يا رب يا رب، إن شاء الله حتكون إصدارات قادمة أيضا في العام القادم، ونهديكم إياها إن شاء الله. شكرا لك دكتورة، يعطيك العافية. شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين مع باقي فقراتنا.